أهلا بيكم، معاكم عمار عادل وحلقة جديدة من سلسلة أهم 1000 كلمة في اللغة الإنجليزية. النهاردة معانا الكلمة دي كلمة reservation. reservation يعني حجز. reservation لو عايز أقول مثلا أنا عندي حجز هنا فهنقول I have a reservation. I have a reservation here. معناها أنا عندي حجز هنا. أما الكلمة دي بقى اسمها resident. resident يعني سكان أو مقيمين، يعني قاعدين في مكان معين. فنقول مثلا the residents are quiet. معناها إن السكان هنا هاديين. أما الكلمة دي بقى اسمها resort معناها منتجع أو قرية، خاصة القرى السياحية. فنقول مثلا it's a beautiful resort. معناها ده منتجع أو مكان جميل. معانا بقى كلمة respond معناها يرد أو يستجيب. فنقول مثلا she responded to the message. للرسالة. أخيرا معانا كلمة sake، بس اكتبها لكم هنا فوق عشان تشوفوها كويس. وsake معناها مصلحة. فأقول مثلا I am arguing for your sake. يعني أنا بجادل لمصلحتك. يبقى sake يعني مصلحة. يلا يا بطل، عشان ما تنساش حط لي الكلمة دي تاني في مثال في الكومنتس. مع عمار عادل اتعلم الانجليزي بطريقة extraordinary creative، طريقة استثنائية. Thank you for watching. Bye bye.